عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في يومياتنا التونسية وفي فيديو جديد. صدقوني بنة عالمية. شوفوا لي هالشكل المزيان هذايا اللي باش نقدموه لصغيراتنا في فطور للصباح والا في لمجة. لهنا عملت لكم خبز القمح الكامل على شكل توست. هكاكا تنجموا تفطروا بيه فطور الصباح، والا زاده تشرهوا به صغاركم باش ياكلوا معاه طرف طماطم ولا طرف سلطه ولا اي خضره اخرى، ولا حتى تعملوه بالجبن والأومليت. حاجه بنينه صحيه، من غير فارينه، من غير سكر، بمواد موجوده ومتوفره. هيا تابعوني باش تشوفوا الوصفة، وبالطبيعة ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يصلكم كل جديد. أول حاجة باش ناخذ 600 جرام سميد قمح كامل، ناخذ عليه مغرفة عسل، بالطبيعة ماذا بينا يكون عسل حر. باش ناخذ قريب 5 جرامات ملح، وإلا تنجموا زيادة تنقصوا شوية انتوما حسب الذوق. ناخذ 3 مغارف زيت زيتونة، هذه المغرفة الثانية وهذه المغرفة الثالثة، باش نخلطوا المكونات الكل مع بعضها. وصفة سهلة اقتصادية وأهم حاجة صحية. وناخذ بالطبيعة باكو خميرة الخبز المعتاد متاعنا، ونبداو نخلطوا في المكونات الكل ونزيدوا عليهم 450 مليلتر ماء دافي. نخلطوا بالكدا حتى تتلم معنا العجينة. أنا هنا العجينة متاعنا اتلمت كيما تشوفوا فيها. نزيد نعجنها شوية بيديا ونخليها ترتاح باش تخمر مدة نص ساعة، ونغطيها بالطبيعة بمنديلة نظيفة. هوني تعداو النص ساعة، تشوفوا في العجينة متاعنا خمرت ما شاء الله. خذيت بالطبيعة المول متاعي، أنا حبيت نعمله على شكل توست، دهنته بالزبدة من لوطة وغلفته بالبابي كويسون وحطيته بالطريقة هذه. إذا تحبوا التوست يجيكم معناتها مرخوف في الوسط، تحلوا العجينة وتروليوها وتعاودوا تحطوها وتخليوها تخمر نص ساعة أخرى في وسط المول. ولهنا زدت حطيت من الفوق فاح متاع الخبز اللي هو متكون من سينوج، من بسباس، من جلجلان. بالطبيعة فاح الخبز موجود في كل معناتها اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات نجموا تاخذوا من عندهم، ولا حتى الكوشة. نحطه في الفور على 180 درجة مدة ما بين 35 و 40 دقيقة. هوني طاب الخبز متاعنا، خرجته ولفيته ديريكت في المنديلة النظيفة هذيك حتى لين يبرد. توا تشوفوا فيه ما شاء الله الريحة ما شاء الله، والبنة زادا كيف كيف. شوفوا كيفاش نقصوا، راه ماهوش يابس من الفوق، صحيح تحسوه يابس شوية يتقرمش، اما من داخل طري وبنين بنين بنين، واهم حاجة صحي. هاوكا شوفوا كيفاه البنة ما شاء الله. جربوا الوصفة صدقوني، حاجة روعة وحاجة صحية ليكم ولصغيراتكم، خصوصا انهم توا باش يبداو يعديو الامتحانات. ان شاء الله يا ربي ينجح كل صغير ويفرح كل عائلة. وشهية طيبة.